ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل كده في الفيديو بتاعنا شويه شوربه عدس جميله وتحفه، زي ما احنا متعودين على الاكل بتاعنا كله جميل وفي منتهى البساطه. هنعمله بطريقه مختلفه شويه عن بعض الناس اللي بيقدموه، بس طريقه لذيذه جدا. كلنا طبعا عارفين انه شوربه العدس دي اساسيه في الشتاء، بتدفي جدا وطعمها لذيذ، وشايفين القوام بتاعها يعني مش خفيف قوي او تخين قوي. كمان حمصنا معاه العيش عشان في ناس كتير بتحب العدس بالعيش المحمص، جميل جدا. يلا بينا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا. معايا هنا ربع كيلو من العدس، غسلته كويس جدا، حطيته كده في مية مغلية على النار. ضفت له كمان جزرتين مقطعين مكعبات، ومعايا كمان طماطمية او 2 مقطعين برضو مكعبات. البهارات بتاعتنا بقى اللي احنا هنستعملها: معلقة من الكمون، معلقة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة كده من الملح. قلبيه بقى كويس جدا كده وغطيه وسيبيه بقى ايه على النار ياخد السوا بتاعه. في طاسه كده كمان على جنب كده هعمل بصلايه كبيره مبشوره، هشوحها كده في شويه زيت لحد ما تاخد معايا اللون الذهبي، وهاخد البصله دي اطشها في قلب العدس، اغطي عليها تاني واسيب العدس ياخد السوا بتاعه. التكه دي بتخلي العدس جامد جدا يا جماعه. هغطي عليه بقى كده ويسيبه يستوي مع نفسه لحد الخضار ما يتهري مع بعضه. بعد شويه عريت الحله كده وطلعت ايه اجمد حته في الخضار علشان اشوفها، طالما هي استوت يبقى الخضار كله استوى. طبعا خدنا الجزر عشان هو اللي بيبقى ايه سميك شويه، لقيناه استوى خلاص كده. نزلنا الحله من على النار، سيبناها تبرد، ضربناها كده في الكبه. وادي شوربه العدس بتاعي حطيتها على النار تاخد لها غلوه كده معايا، واظبط الملح بقى والبهارات بتاعتها واطفي عليها، ويلا بقى نغرف العدس الجميل بتاعنا. شايفين لونه تحفه وشكله روعه يا جماعه، وكمان السمك بتاعه كده يعني شكله روعه بصراحه. كمان جبنا العيش قطعناه كده بالمقص حتت مربعه كده، حطيناه في صينيه، دخلنا الفرن على نار كده ايه يعني متوسطه، ويعني تسخني الفرن كتير وبعدين طفيه وبعدين حطي الصينيه وسيبيه العيش يتحمص مع نفسه كده، بس على نار ايه طافيه مش قايده يعني. ونقدمه كده، وفي ناس كمان بتحب تحطه في قلب العدس وتقلبه كده وتاكله. جميل جدا، وطريقه يعني تكاد تكون مختلفه، بس طريقه جميله جدا وسهله، وما بتاخدش معاكي وقت على النار 10 دقايق وبيكون العدس مستوي معاكي. يلا بقى لو وصلتي لحد هنا معايا، اللايك والشير سبسكرايب وتفعيل زر الجرس.